سيادة الشوال، تحية طيبة وبعد. كامل احترامي وتقديري لشعب المملكة الشقيق إلا لما نحبه ونحترمه. خد كمل يا حبيبي انت. انا في خطابي ده مش اما اكلمهم، انا اما خاطب شوال واحد بس، الشوال اللي لما يطلع مخصوص عشان يجلل من مصر ومن شعب مصر. احنا مش ذنبنا يا حبيبي واحنا اما نعلمكم في مدارسكم انت كنت اما تهرب من الحصة وتخش الحمام تعمل حاجات صح وحاجات مش صح. مش ذنبنا يا حبيبي واحنا اما نعالجكم في مستشفياتكم. وهنا انا اما اخص بالذكر الدكتور محمد عبد الله الزنبولي، الاخصائي النفسي اللي كان مسؤول عن حالتك. مش مشكله بقى الدكتور الزنبولي ان انت كنت اما تهرب من الجلسات وتطلع تجري تعمل حفلات رقص وطبل وهوب لحد ما ربنا كرمك وبقيت رئيس الطبالين في المملكه. مش ذنبنا احنا انك اما تجلل من بلدك اللي هي كبيره جو على راسنا وجايب لي شويه اكونتات وهميه على السوشيال ميديا اما يشتموا في مصر ويعظموا في بلدك، اللي بالمناسبه صح مش محتاجه تعظيم لانها فعلا عظيمه، بس بفعلك ده اما تجلل من نفسك مش منها. والله مش مشكلتنا انك حاسس بالنقص ومصر عامله لك عقده لدرجه انك عامل بودكاست كامل طالع تحكي فيه ان بلدك احسن من مصر. مصر اللي عندها النهارده اكتر من 120 الف معلم اما يعلموكوا في مدارسكم، وعندها حوالي 60 الف صيدل وطبيب اما يمثلوا نسبه تتعدى اكتر من 40% من الاطباء والصيادله السعوديين وغير السعوديين اللي موجودين في المملكه. ده غير كمان من 70 ل 100 الف مهندس وفني اما يهندسوا عليكم في المشاريع بتاعتكم. وبعد ده كله يا شوال جاي اما تقول ما احنا ما نديهم فلوس. معلش يا شوال احنا اسفين، المره الجايه هبقى اعلمك واطبك وهندسك ببلاش، ما هو ده اللي ناقص. لا وكمان طالع تقول احنا الاقل اميه في المنطقه. طب تيجي اقول لك على مفاجاه، خدها ما تخافش، فلسطين اخواتنا اللي عندهم حروب ومجاعات وخراب بقالهم سنين هم دول اللي اقل اميه في المنطقه كلها. تبقى ذاكر يا حبيبي معلوماتك الاول، مش بقول لك كنت ما تهرب من الحصص وتروح الحمام. وبعدين بقى تعالى نشوف بلدك اللي هي اقل اميه من مصر دي طلعت كام دكتور وعالم ومخترع زي اللي مطلعهم مصر. خلي بالك انت مش بس جاهل، انت كمان قليل الاصل، لانك ما تنكر جميل المدرس اللي علمك والدكتور اللي عالجك. والله صحيح نسيت انك كنت مسيب الجلسه كمان وتروح الحمام. ايه حكايه الحمام معاك؟ وبعدين هو انت جاي تقارن بلد اما تتعرض لحروب من 7000 سنه ولسه لحد دلوقتي واقفه على رجليها وكلمتها مسموعه في المنطقه على الكبير قبل الصغير، من غير بقى لا قواعد امريكيه ولا طيارات هديه لترامب ولا حتى حجابنا، ده احنا بالعكس ما ناخد منهم فلوس. بتقارن بلد معديه ال 120 مليون ببلد يا دوب من 100 سنه كانت كلها خيم. صحوا يا دوب كم من النوم بصوا حواليهم لقوا 3-4 ابار بترول باعوهم ووزعوا فلوسهم على بعض وقالوا ايه بقينا متقدمين واغنياء. يا اخي يجيك شخيبه، قصدي يجيك شخيمه. لا وكمان طلع تقول احنا لقينا حضاره ونجوش من 8000 و10000 سنه. يدوا الجمالين ومعزتين محفورين على حجر، وتلاقيك انت اللي كنت كاتبهم بالتباشيره، ما انت متعود من وانت صغير كنت اما تكتب على باب الحمام 10/10 في منتصف الجبهه. جاي تقارن ده ببلد فيها مدينه واحده بس فيها تلت اثار العالم، فيها ابو الهول والهرم ومعابد وملايين القطع الاثريه. شكلك ما شفتش المتحف المصري الجديد، جايب لي جمالين على صخره وتقول احنا اقدم منكم. يا اخي بالذمه سمعوني الصخره تاني للشوال اللي المفروض ان هو مسؤول في بلد كبير وطالع يزازف 120 مليون مصري. طب بذمتك عمرك شفت مسؤول مصري طالع يتكلم عن المملكه او حتى عن اي بلد تانية؟ يا شوال عيب ولا صح؟ انت ما تعرفش العيب. العيب يا حبيبي مش على مصر، العيب على اللي نسي اللي علم واللي عالجه واللي وقف جنبه وبقى شايف ان التجليل من غيره هو اللي هيرفع قيمته. مصر مش اما ترد يا حبيبي الكلام، مفيش مسؤول من عندنا هيعمل عجله بعجلك. مصر اما ترد بالفعل، والكبير دايما هيفضل كبير على شوال الرز وشيرونه وبعتوله.